طيب يا دكتور، انا حقنت فيلر والدكتور فهمني ان هو هيقعد معايا على الاقل سنة، وهو راح قبل كده بكتير، ده سببه ايه؟ طيب احنا محتاجين نفهم ان عمر الفيلر اللي احنا بنحقنه ده بيتأثر بحاجات كتيرة قوي، ومفيش رقم ثابت اكيد 100% لقد ايه الفيلر هيعيش عند كل الناس. الفكرة في ايه؟ اولا انا طبعا لازم بيبقى اختيار نوع الفيلر المناسب للمكان اللي انا بحقن فيه. يعني في اماكن زي مثلا في الخدود لو انا عايزه ارفعها شويه او اعمل كونتور او حتى ادي فوليوم، يبقى في الحاجات دي انا محتاجه انواع تقيله شويه من الفيلر. الفيلر اللي بنستخدمه في الجو لاين برده لازم يبقى تقيل. في فيلر في اماكن تانية يبقى اخف شويه زي في الشفايف، في فيلر اخف بكتير زي اللي احنا بنحطه تحت العين. فانا بستخدم في كل منطقه الحاجه المناسبه ليها. تاني حاجه الكميه. ساعات احنا بنات بتيجي تقول لا انا مش هقدر، مثلا هي 1 سيرنج. طب ما هي 1 سيرنج دي هتعمل ايه ولا ايه؟ مستنيه منها هتقعد معاكي قد ايه؟ لان انا كنت محتاجه اعمل كذا حاجه في الوش، وبالتالي محتاجه اكتر من الكميه دي بكتير. فهي انا حطيت كميه قد ايه، نوع الفيلر ده كان ايه، محطوط في انهي مكان في وشي. كمان الفيلر عمره بيتاثر بنشاط حاجه اسمها هيالورونيديز، وده عباره عن الانزيم او الانزيم اللي موجود عندنا اصلا بيكسر الهيالورونيك اسيد اللي هي الماده بتاعه الفيلر. فالنشاط بتاع الانزيم ده مش في كل الناس زي بعضها، وبالتالي انا فعلا ممكن حد يتكسر عنده الفيلر عن حد تاني، رغم ان مثلا ثبتنا العوامل اللي قلنا عليها اللي هي نوع الفيلر والاماكن اللي حقنا فيها والكميه كمان بتاعته. في حاجات بقى عوامل خارجيه ممكن تكسر الفيلر بسرعه، زي طبعا التدخين، وزي برضو السخونه العاليه او الحراره العاليه، الساونا، الجلسات البخار، الحاجات دي كمان بتاثر في عمره قوي.